اهلا بيكم من نيويورك مع باسم النشارتي في رحله جديده. رحلتنا هتكون مع المهندس محب رياض من صعيد مصر الى القمر. مهندس محب رياض، برحب بحضرتك معانا في القناه لاول مره. متشكر خاصة يا فندم على الاوبورتونيتي دي، واستاذ باسم دي فرصة سعيدة اني اتعرفت على حضرتك، ويا ريت انا ان شاء الله يعني اكون وان من الفلور بتوعتك في اليوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله برحب بحضرتك، بشرفنا. كنا عايزين نعرف حضرتك مهندس انتهيت من الصعيد للقمر اللي هو ناسا. كنا عايزين نعرف دراستك في مصر وبداية الدراسة في مصر. انا يعني خل- خلصت كلية التربية، قسم ميكانيكا، وبعد كده جيت هنا امريكا 1998. وبعد كده عملت ايفالويشن للكلية، فقالوا لي علشان تاخد سم كريدت عشان تبقى هندسة. وبعد كده خلصت الايفالويشنز وعديت كل الاكزامز، وبعد كده عملت ماستر from industrial and mechanical engineer from NGIT. خلصت سنة 2004. رسالة الماجستير بتاعتي one of the best three thesis in a college in NGIT. they promote me to PhD, but unfortunately يعني أنا ما كانش معايا money enough to move forward يعني. but يعني كان competition، يعني كان في طبعا كان it's not easy time. خلي بالك انت بتيجي من مصر معاك ايديا ومعاك حاجات في دماغك، واهم حاجه انا عايز اقولها لك، انا كنت راكب الطياره في مصر، كان في حاجه واحد بقى سؤال في دماغي من اول ما ركبت الطياره الى يومنا هذا. ايه هو السؤال ده؟ السؤال ليه احنا كشعب مصر مش زي امريكا؟ كان اول اجابه كان الناس بيقولها لنا في مصر: دول اذكياء جدا، دول ذكائهم لا يتصور، احنا مخنا ناس، يعني مخنا يعني ربنا ممشيها معانا. طبعا اول ما نزلت وابتديت اتعلم اللغه وفهمت، طبعا الاجابه دي كانت خاطئه 100%. لا، احنا شعب ذكي، شعب ذكي جدا، واي واحد فينا، مش انا بس، كل الناس تقريبا اللي جات مصر مسكوا في اي موقع بيتقدموا فيه وشون انتليجنس. فاجابه السؤال ده غلط. يعني الاجابه كانت في السؤال اللي في دماغي: ليه احنا مش متقدمين؟ ليه الشعب المصري مش متقدم؟ هل احنا لا، احنا اذكياء، اذكياء جدا، اذكياء جدا. فكل مره، كل سنه اشوف ايه اجابه السؤال دي: ليه احنا مش متقدمين؟ ليه؟ آه فالسؤال الثاني: هل العداله الاجتماعيه، الحقوق، الواجبات، اسلوب المعامله مع بعض، كل ده كان بيترتب على نجاح مجتمع كامل، مش شخص واحد. هي مش رئيس دولة هو هيوضع حياة مجتمعية كاملة للناس. مش هيخلي المجتمع كله ناجح. الشعب يعني احنا كأمريكا، كشعب في أمريكا، احنا مش هيفرق جامد. انا ما اعرفش الوزراء هنا ايه، مش عارف اسميهم صراحه، عادي يعني. لكن السيستم هنا very strong and is growing and heading in the forward. احنا هنعمل السنين اللي جايه هتبقى مستعمر في مارس. يعني احنا حاليا بناخد خطوات عشان تبقى. ف فاحنا يعني اجابه السؤال دي اجابتها طويله، وانا ما اعرفش طبعا وقت البرنامج بتاع حضرتك، بس دي نقطه تشجيع خالص. انا ابتدئ من صعيد مصر، كفحت
ممكن أنا أكون رسالة، ممكن أن أكون رسالة عدم يأس لناس كثيرة. أنا ممكن شباب اللي هو بينحدر في وراء المخدرات، أنا ابتديت من الصفر، من تحت الصفر، من تحت الصفر، وقعدت أجري ولا أهمني حد. أنا كل اللي كنت أعمله أي حاجة تيجي شغلانة تحت إيدي أشتغل فيها بضمير وفيري اونست وصابر جدا. ما بزهقش، مش بزهق من المحاولات. أنا دخلت الجامعة وبعمل ايفالويشن، الدكتورة خدتني قالت لي تعالى أنت ما تنفعش، أنت تروح تشتغل بره، أنت ما تنفعش تشتغل هنا، ما تنفعش تبقى طالب، امشي. انا وللاسف كلمت الدين، انا بقول لك انا عايز، انا ممكن المسج دي يكون لناس اللي هي الانسان اللي قدامك ده ممكن تكون مسج لناس، ناس بتيأس وتاخد مخدرات، وشباب تاخد مخدرات. ما تيأسش، طول ما فيك نفس ما تيأسش. انا هو مثال حي قدامك. خديتني قالت لي انت تطلع، انت اخر محاضره تحضرها هنا انت ما تخش كليات، وكملت ونجحت وجبت درجات. رحت ان جي اي تي وعملت ايفالويشن وكفحت. يعني مش عايز اقول لك الفرق الشاسع، بي انس، الفرق الشاسع من الاديوكيشن في مصر وفي امريكا، فرق شاسع بصراحه. حضرتك بنسأل سؤال اللي هو ازاي جيت امريكا، وكانت الرحلة ايه بالظبط؟ انا كنت جاي امريكا، قدمت اللوتري عادي خالص وجاي معايا، واشكر ربنا وجيت هنا على امريكا. فكان تقديم لوتري، ولا كان اي حاجه اقدر اقول انا معتمد عليها. وبعد كده ابتدت هنا قصه الحياه. طب ليه احنا ما، انا اول ما اتعرفت اللغه وعرفت الناس بتفكر ازاي، لا قلت ان احنا مش، لا احنا اذكياء، لا احنا في ذكاء، في ذكاء مصري. ما تقدرش تنكر في حضاره 7000 سنه جوا الباضي بتاعك. ما تقدرش تنكر ده، ولا ما تقدرش تقول تجنورت. يعني كان اجنورت. انا وصلت يعني، اشكر ربنا يعني، وصلت مرحله لما بتيجي المشكله بقى خلاص يعني ملهاش حل، تعال هاتوا محب بقى هو اللي يخش يخلص الموضوع ده. امريكا بتتميز في الدراسة في التيم وورك، وان كل واحد له دور والتخصص، وفي نفس الوقت الحرية، واللي هو الاوبن دريم، ما فيش ليميتد، مش بيحدد الحلم بتاعك. طول ما انت عندك حلم بتقدر تحققه، والنظام كله بيساعد. يا ريت حضرتك تعرفنا الحاجات المميزات الموجودة هنا في الدراسة في امريكا اللي ساعدتك في الذكاء بتاع حضرتك. زي ما ذكرت هو موجود في كل مصر، بس بيعتمد ازاي مين يوظف الذكاء ده، وازاي ان هو يخليه يبان. هو بص اقول لحضرتك يعني الدراسه هنا في امريكا بتعتمد كتير على البراكتس. يعني انت بتقول ثيري، واخد بالك، ادي اللاب قدامك، اثبت لنا ان الثيري دي صح. ما بتنتهيش على ورقه والقلم او على الكمبيوتر، بتنتهي انك انت اي حاجه بتنتهي بالتعامل معاها. انت هنا عندك يعني تشجيع. ما اقدرش اقول لك ما بتشجع، الناس ما بتشجع، لا بيشجعوك ويقفوا جنبك. والكلام الطيب، الكلام البناء، يعني انت بتتكلم مع دكتور كانك بتتكلم مع زميل ليك بيتناقش معاك. ما فيش الكبرياء اللي هو العالي، لا، في تواضع. تواضع ده مهم جدا، انك انت تتعامل مع زمايلك في الشغل، حتى مع الكو وركر. يعني حتى البيبل اندر يو هاف تو ديل وذ ذم از هيومن از يو. فده very important thing، يعني very impact life. يا ريت الحاجات دي زي ما انت الرساله بتاعت استاذ باسم، انك انت عايز تنقل الحياه الحلوه دي اللي هي كي اوف سكسس، كي اوف سكسس، عايز تنقله على مصر. ده عمل مهم جدا 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 جدا، اهم من، يعني مش عارف، اهم من بناء كباري، اهم من بناء مباني، اهم من بناء مستشفيات. انت بتبني انسان، ده عمل مهم جدا. وانا اشكر حضرتك على الوقت والوقت والمقابله انا بشكر حضرتك لان حضرتك جبت اهم نقطة ما حدش بيتكلم فيها كتير جدا، اللي هو امريكا اهتمت
ببناء الانسان. ولما بنت الانسان قدر ان هو زي ما حضرتك قلت، قدر ان هو يعمل تعليم، قدر يعمل كباري، يعمل كل حاجه. اعتقد ده من اهم الحاجات اللي احنا نتمنى ان تحصل في مصر، بناء الانسان الاولى، تكون من اولى الترتيبات بناء الانسان. ولما بيتبنى الانسان على الحريه، حريه التعبير، وزي ما حضرتك قلت individuals، وعدم التميز وعدم الطبقيه، وان الاستاذ الدكتور بيتعامل مع الطالب حضرتك زي ما قلت تيم وورك بريسبكت، مش بتعالي. لان للاسف بنشوف نماذج كتيره، وخلال خبرتنا وحضرتك يعني لو حضرتك ذكرت ان في الكليه الدكتوره قالت لك انت ما تنفعش، انت فاشل. ومعظم الناس اللي هي طلعت بره مصر ونجحت وبقت ايكونز، للاسف اتقال لها نفس الكلام. بعد اذن حضرتك، انا سبت مصر كان فيها عقليات، كان صعبه. يعني انا لو كنت يعني انا في وقت لو في مصر ما كانش حد يستأمني افك عجل الطياره. انا لو الوقت اللي سبت فيه مصر ما كانش حد يستأمني ان انا افك عجل الطياره. انا دلوقتي بصمم اجزاء في المحركات النفاثه، بصمم في المحركات اللي هي بتطلع القمر. فلازم لازم الفكر يتغير. لازم تدي اوبورتونيتي لغيرك. يعني انا مثلا في مكان معين، انا ابني لازم ياخد مكاني. لا، انت بتكفي الاوبورتونيتي على حد هو اولى بالبوزيشن ده. معناها ايه يعني تكفي الاوبورتونيتي؟ يعني في حته حلوه قالها مايكروسوفت بيل جيت في محاضره لي. قال انا عندي ناس شغاله، دي اهم اي حاجه في الشركه. انا ممكن بواحد منهم لو مشى انا اخسر $1,000,000 في الشهر. طبعا كانت الشركه لسه مبتدئه. فهو الاسيتس بتاعتك، راس مالك بيكون في الاشخاص دي. لازم اي واحد بيعمل اي شركه بعد الانسان، يعني اي واحد بيعمل اي شركه او اي حاجه لازم يعتمد على بناء الاشخاص اللي جواه. لازم يدي تدريبات، لازم ينميهم، لان دول راس مالك. زي ما انت قلت حضرتك، انت راس مالك في الناس اكتر من راس مالك في الحاجه. انت لو تمتلك مليارات الدولارات بس عندك ناس مش قادره توظف الفلوس دي، مش عارفه هاو يجو موف فورورد، مش هيعمل حاجه. فانا معاك في حضرتك في النقطه اللي انت ذكرتها دي. لازم انك انت تهتم بالبني ادم وتهتم بيه وتدي فرصه لكل واحد. ما تعتمدش ان مثلا انت شغال في الحكومه، الحكومه لا، انت الحكومه او الانسان دي احنا مجتمع كامل. نجاح المجتمع هو نجاح الدوله. ما تقدرش تفصل ده عن ده. انا تاني بشكر حضرتك يعني حضرتك بتجيب كل النقط اللي هي بتركز انا مهتم بيها شخصيا. موضوع اللي هو ال اهل الخبرة مش اهل الثقة، ان الواحد يكون خبير. وعشان تكون honest وامناء برضو مع الناس، احنا في امريكا هنا برضو في الشركات او في اي مكان في التزكية، ان انت تكون عارف حد بتزكيه بس بيخش الاختبار، ولازم ان هو يعدي اختبارات ويكون على كفاءة. مش ان هو مجرد قريبي ولا ابن عمي وانا اعمل له المكان وانا ظابط فابني بيطلع ظابط محامي. يعني ان شاء الله كل ده هيتغير طالما ان احنا بدأنا نتكلم عن المشاكل وبندي الحلول. ان شاء الله هيكون خير. فانا بشكر حضرتك ان بتركز على نقط ده بينم على حبك لمصر وحبك لبلدك، وان انت عايز الخير، ودايما ان احنا نستفاد، وان احنا بداية العلاج ان احنا نعترف ان في مرض ونحاول نشخص المرض ونعالجه. وحضرتك دلوقتي ذكرت ان بتصلح طيارات. تحب نكلمنا بقى عن تجربتك في الهندسة وشغلك في ناسا؟ هو بص هقول لك حاجه. هي ابتدت بحاجه ظريفه. انا لسه بعد ما خلصت الماجستير فاتصلوا بي الريكروترز فبيقولوا لي احنا في شركه طيران عايزك تشتغل. قدمنا لهم الريزوميه بتاعك والكواليفيكيشن فقالوا هتبقى ايروسبيس انجينير وحاجات زي كده. فانا قلت ايروسبيس دي ايه بس يا رب؟ انا لسه عارف انت لسه برضه يعني لسه طالع يعني. فقلت ايروسبيس يعني انا عشان ماليش اهل يعني طلعوني في الفضاء فوق يعني ملناش حد يعني. فواحد جاي يطلعوه في الفضاء في الهواء فوق. فقلت
لا يا قلت له ما فيش اي حاجه على الارض حاليا، يعني احنا كده كده طالعين يعني. ما فيش حاجه شركه مؤقته كده على الارض ابتدي بيها شركه بلاستيك، وبعد كده ربنا يسهل وبنطلع السبيس ده براحته. فقالت لي حاضر انا هشوف لك شركه بلاستيك. فجابت لي شركه بلاستيك، عملوا انترفيو رفضوني. جابت لي شركه طيران، قال انت احنا عايزينك، تعال خش. ابتديت في الجيت انجن، اللي هو المحركات الجيت انجن. انا طبعا زي ما قلت لحضرتك مثابر جدا. وطبعا الكومبيتيشن كانت هاي، يعني الكومبيتيشن كانت هاي، فيري فيري هاي. خلي بالك الايروسبيس دول بيجيبوا the most intelligent people in the earth. الصناعه دي مش صناعه مش سهله. يعني انت علشان تحمي السماء بتاعتك، دي حاجه مش سهله. فهم this doesn't care، يعني مفيش حاجه اسمها ده ابن عمي ابن خالي، لا لا، ده حاجه انت هتاخد جزء انت ريسبونسبل عليه، والجزء ده لو ما اشتغلش هتروح على طول. مفيش معلش، مفيش حقك عليا معلش، مفيش حاجه هنا اسمك انت هتقطع عيش، مفيش كلام ده خالص، انا ماليش دعوه. الحياه دي انا قطع عيش، والحياه دي ما عنديش انا فيها، ما عندهمش هنا الاستوعاء الكلام ده اللي عندنا في مصر. فالكومبيتيشن عاليه والبرامج. بعد كده ثبتت نفسي، اتقدمت في الجيت انجنز، وبعد كده جت opportunity احسن في الافيونيك انسترومنتس، في الافيونيك سيستم اللي هي اللاندنج جير والحاجات زي كده. فبرضه ثبتت نفسي، وبعد كده موف فورورد. طبعا الكلام بكلمك انا على 20 سنه، انا اقدر اقول لك خلال ال 20 سنه ما فيش حاجه، ما فيش طياره، عشان بس ما تتخبش، ما فيش طياره انا ماليش قطع عليها. عشان ايه الناس لما تاخد هزه في الطياره كده وتقول بلدياتي 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 شغال في الطيران، لا ما تخافش. ف فانا 20 سنه ما فيش طياره فايتر او كوميرشال، كوميرشال انا ما اشتغلتش فيه. وهنا حضرتك برضو بتصير نقطة تانية مهمة جدا، يعني أنا سعيد جدا جدا باللقاء ده. الله يخليك. النقطة المهمة اللي هي إن البلد هنا appreciate who work hard no يس. matter who you are. ده يعني مش مهم أنت مين ولا أبوك إيه ولا عمك إيه. الناس اللي عندها نيجاتيف personalities وبتيجي تقول لك إن أمريكا دولة عنصرية، لا. فهنا لازم نوضح للناس في فرق ما بين عنصرية الإنسان وعنصرية الدولة. هنا كأمريكا كدولة بتدي كل الناس الفرص، مش مهم انت لونك ولا انت بتشتغل هارد، you earn it زي ما بيقولوا. فدي من الحاجات الكويسة اللي حضرتك بتأكد عليها، ودي من أسباب نجاح أمريكا برضو، من الحاجات اللي نحب نشوفها في مصر. انا معاك في النقطه دي حضرتك. خلي بالك في حته برضه، رسالة واضحة جدا. الشعب الأمريكي نفسه شعب حلو جدا، شعب طيب، ويرحب بالناس وبالناس الغرباء، بغض النظر عن دينه، عن شكله، عن لونه. بصراحة ممكن الناس البوليتكس بيدوا صورة وحشة للناس عن أمريكا، لكن الشعب الأمريكي من جوه شعب حلو جدا وشعب طيب، وبيشتغلوا جامد بصراحه، كله بيشتغل جامد وكله. وخلي بالك يعني برضه في حته مهمه جدا دي، يعني ايه، يا ريت توصل النقطه دي. انا لما اكون شغال في مكان، انا علشان يديني مرتبي لازم انا اكون مطلع على الاقل 10 مرات. يعني تخيل انت المبدا ده لو طبقته في مصر، اي واحد لازم يطلع قد مرتبه، يطلع انتاج قد مرتبه 10 مرات عشان انت تاخد العشر. تخيل المنظر ده. هل السؤال ده تطرحه يكون مطروح للناس اللي بتسمعني؟ هل فعلا انت في شغلك بتطلع انتاج؟ انا لو طلعت كد مرتب مرتين يبتدوا يروحوا الناس. لو انا طلعت كد مرتب مرتين بيبتدوا يقول لك لا خلاص، واحنا ليه دوف واحنا معناش فلوس. وده بيجي حضرتك زي ما عشان حضرتك زي mentioned before أو ذكرت، لأن هو بيحس بآدميته وبيحس احترامه في الفريق، وإن هو وجوده له لازمة، فلازم بيدي تاني. فهي عملية مشتركة، ما ينفعش نعالج من جنب واحد، هي عملية تيم وورك. الإيمان
روح فريق العمل، وان الجميع بيكمل بعض، الجميع بيكمل الدايره. مش مهم انت حجمك قد ايه، الدايره مش تكمل الا بيك. وهو زي ما قلت لحضرتك، هي بالظبط ممكن اقولها زي سلسله، كل واحد مسؤول عن جزء. انا ما اقدرش اصمم الطياره كلها، انا جزء معين، ده يعمل جزء معين، ده متخصص في جزء معين، بس احنا تراست اتش اذر. يعني انا تراست اللي هو بيفور مي، واللي افتر مي تراست مي. يعني انا كل واحد حلقه، لازم كل واحد ماسك الحلقه ومتاكد ان هو الجزء بتاعه عامله صح. واللي عشان وراك ما هيستلم من اللي قدامك، هيستلم منك، ولازم يستلم منك صح. اي واحد يخون التاني في التشين دي كلها ملوش مكان. لكن انا بقول طبعا الحاجه اللي هي مشجعه، ودي مبدأ عادي لكل الناس، اي واحد بيتعب محتاج ان هو يشوف ثمرة تعبه. طبعا بشكر حضرتك على وطنيتك وحبك لمصر. طبعا احنا يعني نفس الفكرة. احنا الحمد لله عايشين هنا كويس، بلد فيها مميزات كتيرة جدا وحياتنا جميلة. بس احنا بنحب الخير لكل الناس طبعا، وطبعا الاولى الاقربون اولى، فبنبدا بنحب نشوف الخير ده في مصر اول قبل ما نشوفه ايه في مكان. بس احنا بننتمي للانسانيه كلها ونحب الخير كل الانسانيه، بس تاني زي ما بنقول الاقربون اولى. فالبلد اللي احنا عشنا فيها فتره وفيها اهلنا وناسها، بنحب برضو ان الخير ده يكون موجود هناك. والحمد لله البلد فيها خير وفيها كل حاجه، هي بس محتاجه شويه اراده. وحضرتك زي ما بقول توفير الجو المناخ للمواطنين اللي موجودين هينتجوا. يعني هل حضرتك برضو يعني اخر حاجة، حضرتك هل هو نجاحك عشان انت مصري ولا عشان الكونديشنز اللي موجودة اللي اتاحت لك تطلع اللي عندك؟ يعني انا دايما اقول احنا في مصر احنا عندنا دايموندز، بس هي لسه تحت الماد وتحت الحاجات. امريكا بتاخدها بتلاقيها مرميه كده، بتاخد الدايموند ده وتنضفه وتبولشت وتحطه في مكانه المناسب. فنتمنى ان ده يكون في مصر كمان. انا مع كلام مع حضرتك في الرساله بتاعتك اللي انت عاملها يا استاذ باسم، ان انت عايز توصل الفكر اللي موجود في امريكا، ازاي امريكا بقت قويه، إيه اللي خلاها، ايه الفاليوز اللي هي خلت امريكا هي امريكا، ايه الفاليوز. فانت عايز تنقل الفاليوز دي، وعايز تنقل البرنسبلز دي، عايز والمفاهيم دي عايز تنقلها مصر. عايز تبني انسان احسن ما بتبني اي حاجه تاني. نعم احسنت. انا في النهايه بشكر حضرتك مليون مره، وان شاء الله يا الساده المتابعين في مفاجاه، هتكون لقاء تاني مع حضرتك عن المشروع الخاص اللي حضرتك انكلوسيف يعني بيه. نتكلم ان شاء الله في المره الجايه. تحب ندي فكره عامه ولا خليها مفاجاه؟ خليها مفاجاه. خلاص مفاجاه. شكرا جزيلا يا فندم، وعلى ان التقي لك تحياتي وسلامي.